ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ هنعمل النهارده زي ما انتم شايفين كده طاجن ايه بقى؟ طاجن رز معمر، بس طاجن رز معمر حادق مش حلو. طاجن كده فظيع. هو تقيل شويه يعني دسم شويه، بس حاجه كده رهيبه. هتعمليه وهتحبيه جدا وهتاكليه جنب اي حاجه. لو عايزين تشوفوا الطريقه شوفوا معايا الفيديو الاخر، هو فيديو مش طويل لان هو ما بياخدش وقت خالص. بس قبل بقى ما تشوفوا الفيديو لايك للفيديو، ولو لسه اول مره تشوفي القناه بتاعتنا اشتركي بيها فيها. يلا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها هنجيب كيلو لبن حليب من عند بتاع اللبن. لبن حليب اللي هو مش معلب، انا بفضل اللي مش معلب، لكن لو ما فيش غير معلب عادي ما فيش مشكله. وهتحطي عليه بقى معلقتين كبار قشطه وتقلبيه، وبعد كده تحطيه على البوتاجاز يغلي. يعني ايه يغلي؟ بالايه؟ بالقشطه بتاعته. بعد كده هنجيب الطاجن بتاعنا هندفيه شويه في الفرن، وبعدين نحط فيه معلقه سمنه او زبده ونمسحه كله بالشكل اللي انت شايفاه دوت. هكون بقى انا الرز بلاه شويه حوالي نص ساعه، وبعد كده نصفيه كويس جدا في المصفى لغايه ما ينزل كل الميه اللي فيه ونحطه في الطاجن. الموضوع سهل جدا يعني مش هياخد وقت مننا خالص. وهجيب بقى معلقه سمنه وابدا اقلب الرز كله بحيث ان انا اغلفه كله بالسمنه. طبعا يفضل انك انت تعمليه بسمنه بلدي، لكن لو ما عندكيش يعني عندك مثلا اي نوع من السمنه تشتغلي بيه عادي ما فيش مشكله. بعد كده بقى احط التوابل بتاعتنا عباره عن ملح وفلفل بس، ما تحطيش اي حاجه تانية، يعني اي نوع تاني من التوابل ما تحطيش، هو ملح وفلفل بس. وهقلب بقى كويس، وبعد كده هسويها في الطاجن. انا حطيت صباعي، هي حوالي يعني الرز يوصل في الطاجن حوالي عقله ونص بالكتير قوي، لانه هينفش جامد وهيعلى قوي. فاحنا ما نكترش زي ما قلت لك، ايه 3 كوبايات، من كوبايتين ونص ل3 كوبايات على قد الطاجن اللي انا حاطاه ده. تمام كده. بعد كده بقى انا عندي زبده احطها على الوش. احنا زي ما قلنا في الاول ان هو الطاجن دسم شويه. احط بقى الزبده على الوش كده. وانا بقى عندي كمان قشطه من اللي انا كنت حطاها مع اللبن برضو هبقى احطها، بس لما احط اللبن. طبعا لبن الحليب دلوقتي غلي معانا اهوت. احطه بقى على الرز وابدا ايه اقلبه، وهفتح فتحات في الرز كده بحيث ان الحليب ينزل جوه. وحبه بقى القشطه اللي باقيين اروح حطاهم برضو. تمام كده. وبعد كده هبقى قايده الفرن واحطه في الفرن من تلت لنص ساعه. طبعا الفرن بتاعك يعني لو الفرن عالي بياخد تلت ساعه، الفرن مثلا بطيء بياخد حوالي نص ساعه. بس بتطلعيه بقى اول ما تلاقي وشه عمل كده تطلعيه بالمنظر الجميل ده. حاجه كده عظيمه تحفه. شايفين عامل ازاي؟ حاجه بجد جميله. وبعدين بقى بيدفي في الساعه اللي احنا فيها دي. وبعدين هو الميزه كمان انك ممكن تعملي طاجن الرز دوت وتاكليه لوحده من غير اي حاجه خالص جنبه. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها وتعجبكم ان شاء الله. وما تنسيش بقى لو اول مره تشوفي القناه